السلام عليكم. النهارده معانا مطبخ اسماعيل، هنعمل عزبان. طبعا انا المفروض اجيب العزبان ده من عند الراجل يدوني طويل كده زي ما هو، وانا اقطعه بمعرفتي. فطبعا هو اتشطر وقطعهولي، فلما اقطعه انا هضطر انضفه بقى. احنا بنجيبه من عنده وبنيجي ننضفه تاني، هو بيبقى منضفه بس مش بيبقى منضفه بالطريقه برضو اللي احنا هنعمله كده تاني. نحاول نعمله الناحيتين، ننضفه كويس جدا. هنركن على جنب، بنعمل غيرها لازم ننضفه تاني. هننضفه كويس تاني كده، ننضف كل ده. حطوا لايكات كتير ووصلوه 10,000 لايك او 20 لايك اي حاجه. بس انا عشان غسلها قبل كده برضو فايه وصلوه 10,000 لايك اي حاجه. 10,000. خشوا على الكومنت بتاعنا برضو، كومنت مطبخ اسماعيل. هنحط عليه ملح الاول، ندعكه كويس بالملح، ندعكه كويس جدا بالملح. لازم تقعدي تدعكي فيه جامد كده لما تحسي ان هو ايه نزل الحاجات اللي فيه، ما بقاش ايه بيلزق. هنغسله بدقيق جدا جدا. معلش هو بياخد غسيل شويه. ندعكه جامد جامد قوي. المفروض تعملوه جامد قوي. هو نص كيلو بس اللي انا عاملاه، مش عامله ياما. وما شاء الله كان زمان بيشتروه ب5 جنيه وب10 جنيه، النهارده بقى بيعد يبيعوه ب100 النهارده. ليه؟ مانيش عارفه ليه. بصوا بقى لما هنيجي نقلبوه، لما بيبقى لسه اما بيبقى كبير قوي وبنيجي نقلبوه، ده صغير برضه هوريلكم بيتقلب ازاي، بس لما بيبقى كبير وتيجي تقلبيه برضه بيبقى سهل. انك بتعمليه كده، تحاولي تعملي حرف كده، تنزلي حرف منه كده وبتعملي كده، حتى هو طويل هيتقلب معاكي برضه، يعني حتى قبل ما تقطعيه هيتقلب معاكي برضه، وهو قبل ما يتقطع برضه وتعمليه كده ترفعي حرفه كده بس، وتيجي حاطاه كده تحت الميه، دخوله تحت الميه كده، وتمسكي الباقي وتسيبي هيجي مقلوب معاكي، لان احنا بنغسله على الجنب ده. الجنب ده كده لازم يتغسل الاول كويس جدا على الجنب ده، وبعدين هنقلبه هنا تحت الحنفيه. هو صغير مش هيعوز تحت الحنفيه، بس انا بوريكي لو هتقلبي الكبير قبل ما يتقطع بتقلبيه ازاي. لازم تقلبيه تحت الحنفيه. هاتوا هنا يا اسلام، لازم نقلبه تحت الحنفيه كده. لو هيبقى كبير مثلا ونيجي ندخله كده، بص الميه هتنزله ازاي، ينزل معاكي ويفتح كله. فده بما انه صغير هنقلبه كده سهل جدا. غسلناه كويس وقلبناه كله، ووريكم القلب بتبقى ازاي. لازم يبقى الحته اللي فيها دهنه دي هي اللي تبقى بره، الدهنه اللي بره دي، الناعم ده بيبقى من جوه. طيب احنا كده حطينا عليه بعد ما حطوا خل كويس، حطيت عليه ملح وهحط عليه خل وهركنه شويه قبل ما احضر له الحاجه بتاعته. احضر الخلطه بتاعته وارجع اشطفه تاني تحت الحنفيه عشان احشيه، اشطفه كويس من الخل والملح اللي فيه. بصوا انا هحشيه بالمعلقه عشان هو سخن بصراحه. مولع يا جدعان، مولع. الخلطه سخنه جدا، فانا هحشيها كده. هو عشان صغير هيبقى سهل، ما تحشوش. هو كبير يا جماعه بقى قطعوه وحشوه، بيجي معاكم سهل. بصوا عامل ازاي اهو، بصي سهل بص جدا. بص بص بص. ننضف الرز عشان ما يجيش في الحله وهو مستوي. شايفين؟ اتنين. وبعدين بصي هتحشيه كده. هو يتحشى بايدك عادي، ممكن احشيه بايدي عادي، بس هو عشان سخن شويه هو اسهل بالايد طبعا. اهو
اهو بس هو بيبقى شكله كده. بفكرة عن لما الصوص. بيستوي بيختلف. كانت التلاتة. بس لما تحشوها صغير كده يبقى سهل عليكي، سهل عليكي بجد. دي ناسيينها مش قلبينها اساسا. جايبين معلقة كبيرة ومعلقة صغننة. معلقه وبتها يعني قصدك؟ مش هنملاها قوي عشان هو طبعا الرز لسه يستوي عشان ما يفرقعش. ولما تيجي تحطيه برضو على النار بتجيبي ابره بتسخنيها على النار وبتغرزيها فيه كده. بتخلصيها كأنها هنحشي دي كمان كأنك بتخرمي. اهو مش ملياه قوي عشان الرز طبعا بيستوي لسه زي ما بقولت. كأنك بتخرمي كيس ولا حاجة. نضف الرز من عليه خالص كده عشان لما تيجي تسويه. احنا كده الميه غليت وهننزله في الميه. احنا مش هنربطه ولا حاجه يعني مش هنربط. احنا هنمسك الطرفين كده، هنمسك الطرفين كده. التعين ممكن يتفك منكم. بصوا احنا هنمسك الصبع من هنا ومن هنا من غير رباط ولا حاجه. انا مش ربطاه يا جماعه، هو مفكوك اهو. اهو الفتحه بتاعته. احنا مش هنربطه. بس التعين ممكن النص يقع منه. احنا عملنا الابره دي على النار عشان خاطر ما يبقاش تعملش تسمم ولا حاجه. عملتها على النار سخنتها وبعدين هنعمل بيها كده كده من ناحيتين. كده لو ما عملتش كده هيفرقع في الميه. هعمله كده وبعد ما اعمله كده هاجي ماسكاه من الطرفين. من الطرفين اهو من غير رباط. الفتحه اهي مفتوح من غير رباط اهو. ما تقلقوش. نزلوه في الميه سنه. وهنيجي منزلينه في الميه كده. شايفين عاملين ازاي؟ شايفين؟ ونيجي عاملين غيرها برضو نفس الحوار اهي. نفس الحوار اهي. هنغزها من ناحيتين اهو. هغرس فيها الابره كده واجي ماسكاها برضو من ناحيتين واجي سايبه في الميه. بصوا يا جدعان يتكور ازاي بكوره اهو. تاني يتكور تاني اهو بالابره تاني لازم من ناحيتين اهو. اهو ما تقلقوش هي مش هتفك. بصوا كده. بصوا مش هتفك، هتستوي وهتمسك. شايفين تحت اهو. بكور تاني بالابره. هنعملها بالابره بتاعت الخيط اهي. بس الابره تكون متسخنه على النار اهو. انا هعملها كده كويس وبعدين همسكها تاني من الجناب. لازم امسك الجناب في ايدي عشان تلم اهو. ونيجي سايبينها كده في الميه. بصوا بكوره ازاي. كوره اهي. اكيد برضه هينزل رز برضه بس هي مش هتفك. لازم اكون عاملاها بالابره كويس من ناحيتين اهو. بصوا عاملين ازاي. انا نزلت بس عشان اوريكم. ده بصوا احنا كده خلصناه. هنحط له ده كمون وملح. كمون وملح. كمون وفلفل اسمر. اهو. طلعيه كده ماما. بصوا هتلاقوه اتقفل ازاي. اتقفل من الجناب. طلعوه. هو لسه ما استواش بس بص اتقفل ازاي. بصوا اهو. بنتقفل اهو اتقفل. حلو الكلام ده كده. اتقفل اهو. ما يتقفل صح. هيسيبوا بقى يستوي ونبقى نرجع لكم تاني اوريه لكم بعد ما يستوي. بس هبعتوا لايكات كتير وصلوه 10,000 لايك. مستوي اهو كده. بعد ما اتسلق وطلعناه اهو. بص الصباع عامل ازاي. احنا هنحطه في الزيت يتحمر. حط الايدين تعرفوا السوا بتاعه لما هو بيستوى. لما هتغرزوا فيه الشوكه وتحسوا او تشوفوا حاجه كده بايديكي وتحسوا ان يجي معاكي. المهم ان يبقى طري عشان لما يتقطع فيه كده. اتعين اخواتنا خدت ربنا معاهم. اتعين ربنا معاهم والله. ربنا معانا.
كف مع الكف. بجد؟ ان شاء الله ان شاء ان الله. شاء الله ينصرهم ربنا. اسرائيل اصلا مش لها دولة. طب خلاص يا اسلام، بس خلاص يا اسلام، بس يا اسلام. كده كده نحمره كده. نقلبه. ياخد الوش التاني كده. معلش يعني. ايوه ايوه، زي ما انتم شايفين كده، ايه شكله جميل جدا يعني. هو ما بياخدش وقت. لما تجيب سخن هو ما بياخدش وقت. حمرتك انت ليه يا اسماعيل؟ السلام عليكم. النهارده فوجئت ولقيت المدام عامله عصبان. تمام. فقلت لها قدمي الحلقه، انت خلصي الحلقه، فقالت لي قدمها. فزي ما انتم شايفين اهو، طبعا هتشوفوا الفيديو بعد ما اللي هي عملته النهارده. وزي ما انتم شايفين اهي الطريقه، على فكره ما بتربطش من الناحيتين، هي ليها طريقه جميله يعني، هتشوفوها باذن الله. وزي ما انتم شايفين التحمير بتاعه لازم يكون كده بالشكل ده. شبه الحمام فعلا. ايوه، يعني نقدر نقول عليه حمام. وحاجه زي ما انتم شفتوا، هي حاجه بسيطه. وفي مصر بيقولوا عليه ايه؟ بيقولوا ممبار. ممبار. صح كده؟ اتفضلوا معانا. بس شكله حلو بجد يعني، طريقته سهلة، وهتلاقي كل الوصفة كلها موجودة على الحلقة. يلا، السلام عليكم.